السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا بصراحة، وحشني الشغل معاكم. النهاردة هعمل معاكم أكلة دنماركي حلوة جدا ومفيدة اسمها كفتة البروكلي. المكونات زي ما انتم شايفينها كده: واحدة بروكلي صغيرة مسلوقة، و200 جرام فول، الفول الأخضر بتاعنا، بس هنا بيتباع مفرز. جايبه كيس 200 جرام، وبيضتين وبصلتين وراس توم و3 معالق دقيق وملح وفلفل وكمون وشطه وبقدونس وكوبايه لبن. المكونات دي هبقى اكتبها في صندوق الوصف. اللي هيتضرب في الكبه هضربه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المكونات اللي هي الجامده شويه: البصل والثوم والبروكلي، وبعد كده هحط عليهم الدقيق والبيضتين واللبن وكمان البهارات بتاعتي. هقلب بقى كل الخليط ده كله مع بعضه لحد ما تلاقيه كده بقى زي عجينة الفلافل، بس طري شوية لان فيه اللبن. زي ما انتوا شايفين كده نقلبها كويس. بعد كده هحضر الطاسة دي هحط فيها زبدة او سمنة وزيت. ما تحطيش زيت لوحده ومش كتير، انت يا دوب بس هتشوحيها من ناحيتين زي ما انت شايفة كده. مش هتاخد وقت معاكي وان شاء الله تعجبك. بصوا بقى شكلها بعد ما خلصت، جميلة، طعمها حلو جدا. تاكليها كده مع دريسنج بالزبادي بتبقى خطيرة. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الوصفة المفيدة دي. واذا عجبكم الفيديو بتاعي تعملوا له شير وتكتبوا لي كومنت حلو كده، وتنسوش اللايك يا جماعة. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.